4 علامات تدل ان الشخص اللي قدامك بيتلاعب بمشاعرك وهو متعمد. المقدمه ديت مش عارفك بنفسي الاول. انا رافض سعيد، حابب ان اكون بقدم لك محتوى نفسي وعن الصحه النفسيه. اخاف انكم تفهموا ان المحتوى دوت متقدم للمجانين وملقاش حد يتفرج عليه. على كل دوت محتوى تعليمي وتوعي، لان كلنا بنمر في حياتنا بضغوطات وبازمات وبمشاكل، ودوت بيأثر على الحاله النفسيه. ولما تكون الحاله النفسيه بتاعتك تعبانه او موجوعه، هتلاقي دوت طبيعي بيأثر على شغلك وعلى انتاجيتك، وكمان بيأثر على اسرتك وعلى تعاملك مع اطفالك ومع بيتك. علشان كده انا هنا هكون بساعدك انك تكون عندك وعي نفسي، يعني لما يحصل معاك كذا تتصرف ازاي، تتعامل ازاي في المواقف ديت. فكل المطلوب منك بس انك تشترك في القناه. كمان هتلاقيني سايب لك كل اللينكات التواصل بتاعتنا في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه. ما تترددش في اي مره انك تكلمني وتبعت لي، هتلاقيني بساعدك وبدون اي مقابل مادي. خلينا بقى نرجع للموضوع اللي قلنا عليه في الاول. 4 علامات تدل ان الشخص اللي قدامك دوت بيتلاعب بمشاعرك وهو متعمد. رقم 1، دايما تلاقيه بيلعب وبيتظاهر في دور الضحيه في كل الاوقات، فتلاقيه دايما عنده اعتذار ومبررات لتقصيره وغيابه. دايما بيتهرب منك كده، ودايما هتلاقيه قاعد بيشتكي لك من ظروف الحياه والظروف اللي هو بيمر بيها. هو عايز يعيش دور الضحيه عليه. رقم 2، انه يكون شخص بارع جدا ان هو يخليك تحس وتشعر بالذنب. دايما يسقط عليك ومش بيشوف اخطاء ولا تقصيره، وبيستعمل معاك خير وسيله للدفاع وهي الهجوم لدرجه، ودايما هتلاقيه بيحسسك انك شخص سيء مهما عمل. رقم 3، انك تلاقي كلامه مش بيتماشى مع افعاله، يعني دايما متناقض، بيقول كلام وبيعمل عكسه، يعني بيعمل عكس اللي هو بيقوله خالص. تقدر تقول عليه كده ان هو مش قد كلامه. رقم 4، عايزك تخلي بالك منها كويس، ان هو بيضعف ثقتك بالواقع اللي انت بتؤمن بيه، يعني بيقلل من اهدافك ومن اهميتك، وربما دوت بيتناقص منك ومن شخصيتك ومن هواياتك وطموحك. يعني باختصار بيحسسك ان الواقع اللي انت عايش فيه دوت صعب ومش هتحقق احلامك، واللي انت كنت بتفكر ده فيه عمرك ما هتوصل له. فدول كانوا 4 علامات تدل ان الشخص دوت بيتلاعب بمشاعرك وهو متعمد. شخص بيلعب دور الضحيه، شخص بيخليك تشعر بالذنب، كلامه مش زي افعاله، اخر حاجه بيضعف ثقتك بالاحلام بتاعتك وبالواقع. فنصيحتي ليك بقى، اذا تعالى عليك شيء هينه بالتخلي، واذا استعصى عليك قلب كف عن وصاله، واذا تغير عليك احد امنحه نسيانا كانه لم يكن. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، ولو هتعمل شير للفيديو ده يساعدنا اكتر. سلام.